اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ طمنين عليكم، وحشيني خالص من اخر فيديو نزلته. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمني منكم، ونفضل كده مع بعض طول العمر. يلا بقى روتيننا النهارده قوي ان شاء الله باذن الله، هشجعكم وهيعجبكم كمان. يلا لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا وتنوروني وتشرفوني، واللي دايما حبايب قلبي منوريني ومشرفيني ما تنسوش تحطوا اللايك. عايزه اقول لكم ان انتوا دايما منوريني، ووجودكم كمان على راسي. ربنا يا ربي يسعدكم ويبارك لكم في حياتكم وفي اولادكم يا ربي، ويديكم الصحه والعافيه كده، انا وانتم اخواتنا المسلمين يا رب. ويشفي كل مريض ويدي كل محتاج، ويفك كرب كل مكروب، ويسد دين كل مديون، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى هنا كده، كنت بحضر اللانش بوكس ده. كان الروتين ده كان يوم الخميس، وصراحة والله كنت مجهزة وهنزله لكم يوم الجمعة. بس يلا بقى خير، هو بص نصيبه ان هو ينزل لكم يوم السبت. تمام. بصوا بقى، هنحضر اللانش بوكس. قلت هغير كده في اللانش بوكس النهارده. صراحة الولاد يعني زهقوا من الجبنة وكده. قلت هعمل لهم سندوتشات بيض. مسكت طماطمتين كده، قطعتهم زي سلطة كده، حتت صغيرة. وبعد كده ايه، حطيت عليهم البيض. صراحة الولاد عندي بيحبوه. ممكن بقى تعملي فلفل اخضر، ممكن تعملي بصل. يعني حطيت كده معلقة سمنة سايحة، وبعد كده نزلت بالطماطم، شوحتها كده لحد ما بقت زي الصلصة كده، يعني في حتت صغيرة برضو. ونزلت بقى بالبيض كده، وحطيت عليه جبنة موزاريلا. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه. كنت مطلعه عيش فينو هنحشيه لهم. قلت بقى ايه، هنغير لهم يعني كده. ممكن بقى ايه، تنزلي مثلا تخرطي قرن فلفل كده، وتحطي عليه لو عندك لانشون، وتنزلي عليه بالطماطم وتحطي بيض. بصي لي كذا طريقة، بس انا عملته كده بالطماطم على طول. قلت بقى حطيت فلفل اسود كده وكمون وملح وكده. والعيش كنت طلعته فوق. هنحضر بقى ايه، نحضر لهم اللانش بوكس، وهنبتدي بقى الروتين بتاعنا. عايزه اقول لك بقى، لو انت كسلانه كده، يلا بقى اعملي كوبايه شاي كده وشوفي الفيديو. هتقومي فورا كده تخلصي كل اللي وراك. وليا اختي برضو في القناه كانت طالبه مني، كانت كاتبه لي كومنت وكده، ان يعني ازاي ان هي البيت مكركب عندها والدنيا بايظه خالص والكلام ده كله. وعندها اطفال كمان، ولاد يعني بناتها وكده، بتعتمد عليهم في الشغل دايما، وما بيشتغلوش كويس برضو. وبصي وحاجات من دي بقى. بصي حبيبتي، آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بص انا عارفه، سيبك من اللي فات ده كله، وولادك برضو مش عايزاكي برضو دايما تضغطي عليهم، لان والله العظيم البنات هيجي لهم يوم برضو ويتعبوا زينا كده، وهيبقوا شايلين مسؤوليه. مش عايزين بقى نشيلهم المسؤوليه زياده عن اللازم. ويقولي كمان ان هم زهقوا من الشغل وده كله، وان انت بس بتطبخي بس ومش عايزه تشتغلي وده كله. والله العظيم لو تحطي وتحبي الشغل وتحطيه في دماغك وكده، هتحبي وتبقى عايزه تعملي كل حاجه. والله كمان مره، انا الواحد ما بيقعدش. بصي تنظيف من هنا لهنا. بص يعني انا بنظف يومين على بعض كده، بصراحه بخلي الدنيا فل. بنيجي مثلا يوم تالت يوم وكده برتاح، ما بنبقاش عايزه، ما بعملش اي حاجه، بريح نفسي كده. بيبقى عندي اكل جاهز، بيبقى الشقه نظيفه، الدنيا نظيفه، كل حاجه نظيفه. اتعبي بس يوم واحد، انا مش هقولك يومين. انا عايزاكي تمسكي الشقه كلها، تمسكيها تجلبيها. مش شرط ان انت تجلبيها كلها. بصي امسكي بس النهارده. انت معايا اهو، بتشوفي الفيديو اهو. هتقومي تسيبي التليفون من ايدك، وتقومي تلمي لي السجاد كله اللي في الشقه، تغسليه. او لو ما بتغسليهوش ممكن توديه مغسله وتغسليه. تمام. تمسكي بقى اوضه اوضه، تروجيها انت وبناتك، وبعد كده بريحيهم. لان والله برضو الولاد لما الزمن اتغير، لما تشيلهم مسؤوليه فوق طاقتهم. يعني انت بتقولي 13 سنه او 8 سنين، مش عارفه انت يعني السن، يعني السن لسه صغيرين برضو، ان انت تشيلهم المسؤوليه ويتعبوا من دلوقتي وكده. على بالراحه وعلى قد ما تقدري. لو انت تعبانه مثلا، مش شرط كل يوم زي ما بتشوف الفيديوهات بتاعتي كده. انا ما بضغطش على نفسي. بص هقول لك، انا اول ما اتجوزت وكده، والله ما كنت ببطل شغل في بيت اهلي. يعني كنت بشتغل، بس ما كانش ضغط برضو زي ان انت تكوني واحده مسؤوله عن ولاد وبيت وجوز وده كله. كنت بمسك الشقه دي كلها في يوم واحد. عارفه في يوم واحد كنت بفرمها، بمسكها كلها.
يعني بس برضو ان انتي بقول لك دلوقتي ان ما تضغطيش برضو على نفسك، لان انا كنت بضغط على نفسي جامد لما بص كتافي وجعتني وكده. بس كنت بشتغل، كنت بقى عندي مسؤولية غير البيت غير الشقة، بره جوه ده كله. كنت بمسك الشقة كلها، مثلا ساعات لما يكون في الشتاء بغسل السجاد ده قبلها بيوم، يعني العصر كده اغسل السجاد ونشره، نقوم بقى ايه الظهر كده نيجي فرشه الشقه بعد ما سيكها كلها. كنت بمسك الحيطان كلها اغسلها، والحمامات والمطبخ، وده كله كان بيبقى في يوم واحد. كنت بخلص اخر النهار، كنت بكون فصلت. تمام. انا عايزاكي بقى تمسكي، تضغطي على نفسك يومين بس، يومين هتخلي الشقة عندك فل. مثلا هتغسلي بس السجاد ده كله، لو مش هتغسليه ودي مغسله، وتمسكي بقى اوضه اوضه، تمسكي الدولاب تنكتيه، وتبتدي ان انت تنضفيه وتمسحيه الاول وترتبي الهدوم انت وبناتك. والسرير برضو لو انت مثلا بقالك فتره جامده زي ما بتقولي كده ان الدنيا بايظه والدنيا متبهدله، امسكي السرير، شيلي المرتبه حطها في الصاله او في اوضه تانية، ونضفي تحت السرير امسحيه، وروجي السرير والدولاب نفضيهم كده، وامسحي الحيطه والشباك لو عندك. لو بالليل انا بقول لك، لو انت سهرانه كمان، لو بتسمعيني دلوقتي كمان واحنا بالليل، قومي فورا نفذي اللي بقول لك عليه ده. اعملي كوبايه شاي حلوه، كوبايه سحلب كده، وتبتدي بقى ان انت ايه تروجي. شغلي التليفون جنب منك، شغلي التلفزيون، هتمسك اوضه النوم تمسكيها تروجيها وتفرشيها كده وتقفليها. تدخلي على اوضه ولادك تمسكيها برضو تروجي السرير انت وهم برضو. انت هتشجعيهم، هم هيشجعوكي، هتخلصوا. بصي ترمي الكسل ده، ما تضغط. انت بتقولي لي ان انا عايزه اضغط على نفسي واحاول ان انا اشتغل، لا ما تضغطيش على نفسك، ولا ده بيتك وعارفه لما تعملي كده وتتعبي يومين مثلا، هتحسي ان انت الدنيا كأنك، بصي تعب الدنيا كله راح من عليكي، وهتبقى حابه التنظيف وحابه تنظفي، ان خلاص انت روقتي وعملت. انت عارفه انا كنت بروق، والله العظيم كنت بروق بعمل البيت كله وانضفه في يوم واحد، ونيجي بالليل اشطف وغير هدومي وادخل اعمل صينيه كيكه او اعمل حاجه، اي حاجه حلوه. بصي بقى، بصي لدرجه ايه، كنت كل ما انضف الشقه كل ما اعمل صينيه كيكه او صينيه بسبوسه او اي حاجه ناكلها بالليل كده، نكافح نفسي ان انا تعبت وعايزه بقى حاجه حلوه ان انا اكل. كنت بعملها لنفسي، انا اللي بعملها برضو لاولادي ولنفسي، رغم ان انا كنت ببقى تعبانه. بس بحس بقى ان المطبخ فرشت والمطبخ نظيف والدنيا روجان والدنيا حلوه، بنيجي بقى داخله عامله صينيه كيكه او اي حاجه كده، على بقى ما اكون ريحت شويه تكون صينيه الكيكه طابت، نقعد بقى ناكلها وبتبقى القعده زي العسل. وبنبقى بس بنبقى عامله اكل قبلها بيوم، يعني الاكل بيكون عندي جاهز قبلها بيوم، الاكل في التلاجة، يعني بطلع واسخن. وممكن ما كناش ناكل سندوتشات عادي، عدي نفسك في الاكل مش مشكلة اي حاجة وخلاص. بس كونك ان انت تفضلي تعملي اكل وتعتمدي على اولادك اللي 8 سنين و10 سنين، لا حرام صراحة، انت كده بتتعبيهم وبتزهجهم في حياتهم وبتزهجهم كمان، لان هم لسه قدامهم مسؤولية كبيرة. زي ما انت شايلة المسؤولية هم كمان هيشيلوا مسؤولية بيت، وهيشيلوا ياما، يعني انت دلوقتي ما تزهجيهمش. برضو اني حاولي ان انتي وكمان انا يعني 10 سنين ومثلا 8 سنين عندهم مدارس، يعني بيجوا من المدرسة مثلا، غير ضغط الدروس غير المدرسة، غير شغل البيت. لا حرام صراحة، يعني مش يشتغلوا معاكي يساعدوكي كده، بس مش ان انت تكوني معتمدة لدرجة ان انت معتمدة عليهم. انا عندي بنتي بسم الله ما شاء الله، ربنا يا ربي حقق لها اللي نفسها فيه وما يضيع تعبها على الفاضي. بص قاعدة هي حاليا في الثانوي العام، والله قاعدة ما بتعمل حاجة خالص، ما بخليها أصلا تعمل حاجة، بقول لها ذاكري واعملي اللي عليك وربنا إن شاء الله بإذن الله يوفقك. يعني ما تعتمديش عليهم، او لو انت تعبانه خليهم يساعدوك عادي، بس مش كل الشغل يكون عليهم مثلا، لان مهما كان عمر الولاد ما هينضفوا زي ما انت هتنضفي. انت تمام. انا صراحه عمري ما بنتي بتنظف وعارفه انا بعمل ايه وبتعمل زيي بالظبط، بس والله ما برتاح لشغلها برضو، لان هي لسه ما شالتش مسؤوليه برضو ان هي تعمل زي انا بالظبط، تعمل تروق زي وكده، بتعمل وتنظف وبتطبخ وبتنظف مكانها بس الحاجات خفيفه في الاجازه كده، حسب ما هي عايزة. بصي لان هي كده كده هم هيشيلوا برضو مسؤولية. الواحد بيقول بكرة تشيل المسؤولية وبكرة تتعب زي الواحد ما بيتعب يومينها وخلاص، خلاها عايشة في بيت ابوها ومبسوطة وكده، يعني فهماني. زي ما بقولك كده، اعملي مثلا قومي الصبح، والله ساعات كنت بطبق اليوم، انا كنت بغسل السجاد ده العصر،
كنت بنام شويه واحس ان انا جلجانه، بنقوم ممكن اقوم نص الليل امسح الحيطان واروج واعمل علشان تاني يوم نكون مخلصه كل حاجه، كون قبل المغرب او العصر مخلصه وفرشه والدنيا روجان. مش ان انت تسيبي الدنيا تضرب تقلب وده كله والكركبه وده. ولو عندك كركبه امسكي السراير بتاعتك نضفيها وافرشي تحتها مثلا كرتون او كده، كراتين، وحطي اي مواعين. لو عندك المطبخ مكركب زياده عن اللازم، الحاجات اللي مش مهمه مش ما بتستعملهاش غير كل فين وفين، حطيها تحت السرير. حطيه وبصي فضي الاماكن، فضي الدنيا كده. مش دايما كل حاجه الدواليب برضو هدوم تمسكيها تطبقيها، اي حاجه مش ملهاش لازمه تحطيها فيه. عندك مكان مثلا فاضي، اي كركبه برضو حطيها فيها. مش لازم الكركبه برضو ساعات بتسد نفسنا، بتحسي ان دايما كل ما لو نظفتي كمان. بس انتي كلامك ما تزعليش مني، انتي كتبتلي في الكومنت ان انتي ما بتحبيش تشتغلي في البيت، ما بتحبيش غير تطبخي بس. لا، انت كده غلطانه. ليه؟ لانك انت لازم، انت الام برضو لازم ولادك ياخدوا منك، ياخدوكي مثال لحياتهم، يتعلموا منك برضو ان انت بتنظفي وان انت بتطبخي وان انت كده يعني. زي ما هيشوفوك هيعملوا برضو. انت كده ما بتعلمهمش حاجه، انت كده بتزهجيهم، ضرياهم ان هم يشتغلوا، ان هم يعملوا في البيت كده. لا صراحة ما عجبنيش ان انتي تضغطي على الولاد وان هم يفضلوا هم اللي يشتغلوا كل حاجة وكده. لا، انتي حاولي بقى تغيري حياتك كده، وحاولي قبل ما تنامي كده تصلي على النبي كتير وتستغفري وكده. ويا رب اديني الصحة ان انا نقوم ونشتغل ونعمل البيت وكده. ان شاء الله باذن الله هتقومي نفسك مفتوحة الصبح، هتقومي تفطري تعملي كوباية شاي، وبين كل مثلا ساعتين كده اعملي كوباية نسكافيه واقعدي شوية كده، ريحي وارجعي اشتغلي تاني. يومين بس زي ما قلت لك، اتعبي اسبوع مش شرط يومين. اعملي كل يوم اوضه، مش ما تكركبيش الشقه كلها مره. اضغطي على نفسك. او الجو دلوقتي حاليا رطوبه وكده، بس يومين بس كده وهتفضي الشقه كلها وتمسكيها تروجيها، وفوق الدولاب والمطبخ تمسكيه بقى واحده واحده كده. هتحسي الاسبوع ده فرق معاكي، هتتعبي فيه ده. انت على حسب ما بتقولي لي الدنيا بايظه خالص. انا بقول لك لو انت ما بتحبيش، واحده واحده هتحبي التنظيف. اضغطي على نفسك بس اسبوع ونضفي، مش شرط كل يوم اوضه، والبلكونه تنضفيها. واعملي اعملي مثلا زي ما قلت لك كده الحاجات اللي هي تشجعك، تعملي كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه، الحاجات دي. تشغلي التلفزيون جنب منك على اغاني، على قران اللي انت بتحبيه برضو، حاجه ان هي تشجعك. مثلا انت بتشوفي الفيديو بتاعي اهو، شغلي التليفون جنب منك وشوفي واسمعيني، او اسمعي او اي قنوات تانية من اللي هي بتشجع دي. احنا الهدف مننا ان احنا بنعمل الروتينات دي عشان نشجعكم برضو. والله العظيم قبل ما افتح القناة انا كنت بشتغل اكتر من كده 1000 مرة يعني. 1000 مرة انا ببالغ، بس 1000 يعني كنت بشتغل يامي. كنت بروق، كنت بص انا كنت بشتغل في بيتي ده. انا عندي اصلا بعشق التنظيف صراحة يعني. بصوا الضلفة دي مزهجاني بقالها اسبوع، ان هي انا بروقها معاكم كذا مرة، بس ولادي لما بيجوا يفحكشوا في حاجة ببهدلوها كده. طب انا الدنيا كده مش عندي عامله ازاي، بس انا حاسه ان انا شايله هم الدنيا من سباب الضلفه دي، ان هي مكركبه كده لدرجة ايه. بس همسكها دلوقتي اعدلها. الولاد ساعات بقى بيفتحوها كده وياخدوا منها حاجة، بيجيبوا الدنيا فوق فوق لتحت كله بيتلخبط مع بعض. قلت اعدلها معاكم كده. انا اصلا مش عارفة، انا اتكلمت معاكي والله ما انا عارفة انا كنت بعمل ايه. انا النهاردة هنعمل غدا، بس زي ما قلت لك حبيبة قلبي، انت استعيني بالله كده وقومي وسمي الله كده. واعملي انت ولادك امسكوا الشقة كلها ونضفوها كده. وبعد كده بقى سيبيهم يشوفوا مدارسهم ومذاكرتهم. وبعد كده انت تطبخي اكل يومين او 3 كمان. وبعد كده بقى تفضل الشقة مثلا الشتاء الاكل ما بيجرلوش حاجة. تمسكي بقى كل يوم اوضه اوضه، بعد ما روقتي الدنيا وفرشتي السجاد نضيف وكل حاجه، تمسكي اوضه اوضه تروجيها. السراير ولادك يرجعوا من المدرسه يلاقوها نضيفه وحلوه. تمام. يا رب اكون فدتك، لان انا والله اللي انت بتقولي عليه دي على بجد ما قدرت ان انا نقول لك، لان انا ما صراحه ما بحبش الكركبه، ما تزعليش مني يعني، ولا بحب النظام ده خالص. بس انت ممكن تكوني ما انتش ضاريه على الشغل مثلا في البيت او كده. بس انا بقول لك حبي الشغل وحبي ولادك وحبي بيتك، وان شاء الله باذن الله ان انت هتعملي كل حاجه. ربنا يديك الصحه يا حبيبتي وتعملي الحلو كله لاولادك. تمام. تعالوا بقى نرجع الروتيننا، ان بجد انا مش عارفه عملت ايه معاكم اصلا. بصوا هنا كده مسكنا عملنا، هنعمل كشري، هنعمل اكل الغدا. انا النهارده كشري.
طبعا زي ما شفتوا كده اللي عملنا ده كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا اللي ما صلىش على النبي كده يصلي على النبي. ويا رب اللي انا عملته في الاول يكون يعني يكون خدتوا بالكم وكده. اللي انا عملته مش عارفه هعمل كشري، ومسكت الضلفه دي قلت بقى بما ان انا في المطبخ والاكل ولحت عليه وكده، قلت همسك الضلفه دي ننظمها. بصوا ما كنتش فاضيه اصلا وسبتها مكركبه كده، قلت لا لازم اعدلها. بحط البهارات والحاجات دي، وكان عندي شوية حاجات كمان كنت لازم اعدلهم وكده مكانهم. بصوا زيت الزيتون ده بصراحة لما يكون عندك مثلا كمية وكده حطها في كيس، لازم تكون ايه في مكان ضلمة وكده عشان ما يبص منك. تمام. مسكت بقى ايه ده اللي هي البلاستيك دي، العلبة دي انا حاطة فيها بهارات وكده. كان عندي شويه بهارات كده عايزه اعدلهم مكانهم، وكمان ان شاء الله باذن الله عايزه عندي شويه حاجات كده عايزه اعملهم في المطبخ كمان. بس في اليوم ده انا تعبت صراحه، عملت حاجات ياما يعني. بس خلاص عدلنا الضلفه كده. وكان عندي المناديل دي كنت لسه جايباها، صورتها معاكم في اول الفيديو. احنا حضرنا اللانش بوكس وبعد كده دخلنا عملنا الكشري. وفطرت طبعا، عملت فطار، عملت سندوتش لنفسي كده وكوبايه شاي. ده كان في اول الفيديو، انتوا خدتوا بالكم. آه بس خلاص بقى، وحطينا المناديل كده. وكنت جايبه دستة فوط كده، قلت دي الفوط دي ممكن ايه امسح بقى مثلا البوتاجاز، امسح بقى المطبخ كده، يعني صغيره كده وسهله سهله في الغسيل وكده. بس خلاص عدلنا بقى الضلفه. وبعد كده احنا طبعا سلقنا المكرونه وعملنا ايوه العدس. بصوا بقى العدس انا غسلته، وهنعمله مع الرز وبشعريه وكده. لان العدس لما مثلا بتسلقوه كده، المية العدس بتخلي الرز معاكي لونه بني كده وشكله تحفة وطعمه حلو. مسكته بقى ايه، غسلت العدس وحطيت له العبار بتاع المية بتاع الرز. وبعد ما حمرت الشعرية نزلت بيها على على العدس وكده. وحطيت بقى الرز، هنطيب كله كده، بس تغلي العدس غلوتين كده. تمام. وهنا عملت بعد ما خلصت الضلفة كده وحمرت البصل وخلاص الكشري كان طاب كمان. قلت بقى ايه هعمل كوباية شاي كده. ونصور بقى معاكم اللي هو التربو ده. انا كنت لسه جايباه بس صراحة هو مطرب. قلت هوريهولكم. وصراحة حلو والله، لان عندي كنت بحط في ضلفة المطبخ اللي هي البطاطس والبصل وكده كان مضايقني. قلت لا انا هجيب تربو من ده. حبيتش اجيبه مكفول، لان عندي هحطه تحت الحوض وكده. تحت الحوض بقى ما خدش غير 3 علب من دول. العلبة الرابعة شاهين بنتي خدتها حطت فيها كتبها وكده. بص هو مطرب. قلت عمري ما هحط فيه الخضار غير لما ايه نغسله كده. بصراحة والله انقذني يعني، خد حاجات ياما معايا خد معايا خضار وبرتقان وسفندي، حطيت فيه حاجة. بص دكنته كده كل الكراكيب اللي عندي بقى دول في المطبخ. في مواعين ياما يعني ملهاش لازمة. عندي كرتونة الفرن الكهرباء وكده شايلاها وكده. هنمسك الحاجات كلها اللي ملهاش لازمه اللي هي مضيقه عليا المطبخ وكده، همسكها نعباها كلها في الكرتون دي. لان بصراحه ما صدقت لقيت الكرتون كبيره وكده. هنملي بقى ايه الحاجات الكراكيب اللي هي ايه اللي انا ما بستعملهاش غير كل فين وفين كده. هنعبيها بقى الكرتونه ونحطها تحت السرير وكده. اني صراحه عندي المطبخ برضو ضيق وصغير ما بياخدش معايا حاجه يعني. التربو بقى ما صدقت جبته، قلت هحط بقى فيه الخضار. الخضار كان زاحم لي الدنيا كمان، اللي هو البصل مثلا بدنجان. ايه تاني، بطاطا مثلا، بطاطس، الحاجات دي كلها. مسكته بقى غسلته كده وصفيته ومسكته نشفته. وهعبي بقى معاكم وكده يعني. ايه رأيكم بقى في الروتين النهارده؟ وايه رأيكم في الكلام اللي انا قلته لحبيبة قلبي اللي كانت كاتبالي كومنت؟ بجد عايزه اشجعك كده، وعايزاكي تقولي لي ان انتي بديتي ان انتي تروجي في الشقه كده. لو بصي حاجه بسيطه خالص يعني، مش كل يوم، مش شرط ان انتي لو مش قادره. بس انا بقول لك كركبيها مره يومين كده وانت هترتاحي بقى. واعملي حاجه حلوه كده لولادك بعد ما هيشوفوا البيت نضيف كده، وامهم بقى شجعتهم كده ان هم يشوفوا حياتهم وكده. وهتعلميهم صراحه والله هياخدوا منك افكار حلوه وهيتعلموا منك يعني. لكن انت ان انت تعتمدي على ولادك، مش ولادك اللي يعتمدوا عليكي، لا صعبة شوية يعني. زي ما ده انا بقول لك كل فيديو ان انا بفرح لما ولادي يجوا من المدرسة كده ويشوفوا البيت نظيف. هياخدوا بقى فكرة ان دايما يكونوا نضاف، دايما تكون الحاجة قدامهم نظيفة. تمام.
هنا بقى ايه، مسكته كله، غسلته كده ونشفته طبعا قبل ما احط فيه اي حاجه، عشان ما يتربش مني تاني. احط في قعره كيس كده، عشان لو مثلا بطاطسايه سهيت عليه، يعني غابت معايا فتره طويله، بطاطسايه باظت، سفنديه باظت، بصله باظت، ما تبهدليش التربو كده. هتكون ايه، باظت على الكيس، نمسك الكيس نرميه ونفرش كيس غيره. تمام، زي ما بعمل في الدرج بتاع التلاجة وكده. مثلا ايه، بحط كيس وكده عشان ما يوسخش مني بسرعه. بحط كيس، ومثلا ساعات الطماطم، اكيد الطماطم بتبوظ عندنا، طماطمايه او كده بتبوظ. بنيجي حاطه الكيس بقى، لما بلاقي مثلا طماطمايه باظت اخر الاسبوع كده، لا في طماطم بتبقى طريه، بنيجي راميه الكيس كله وحاطه كيس نضيف، ما برميهوش، بغسله واحطه مره تانية. تمام. هنا بقى ايه، حطيت بطاطس، درج بطاطس كده ودرج بصل، وده كانت بطاطا كنت بحطها. بص، بعد ما عملت معاكم كده مسكته مليته. البدنجان كان زحم لي الدنيا، والبدنجان اصلا كنت هعمله محشي. حطيت بقى الدرج ده، حطيت فيه سفندي وبرتقان وكده، واللي فوق حطيت فيه البدنجان، البدنجان مع البصل مع كده يعني. تمام. خد لي حاجات ياما صراحه. هنا بقى خلاص كنا حضرنا الكشري. وبالنسبة للبصل، انا مسكته عملته جوانح كده، وبعد كده حطيت له ملح، وعملته بالدقيق، لفيته بالدقيق كده، حابه تحطي نشا حطي، بس هو الدقيق بخليه معايا مجرمش وحلو خالص. وبعد كده جليته في الزيت وخلاص، وسلقنا المكرونه وبس. هنا بقى ايه، بصوا العدس بجيبه، بصي لونه تحفه. لونه بخلي لون الرز كده بني وطعمه حلو. بتعبري على حسب عبار الرز اللي انت هتحطيه، بتزوديه شويه عشان طبعا العدس برضو. وخلاص يعني بتبتدي ان انت تغلي العدس غلوتين، لان العدس الرز هيطيب قبل العدس لو انت حطيتيه في ساعة العدس على طول. تمام. بتحمري بقى الشعرية وتنزلي على العدس وكده، بالشعرية، وبعد بالرز بقى وتقلبيه كده، وتحطي له السمنه بتاعته، وبألف هنا وشفا. بصي ممكن تاكليه مع بيض من غير الكشري خالص، من غير الصلصه. ممكن تعملي العدس بجبه بالطريقه اللي انا عملتها بالرز بشعريه كده، والله العظيم وهتعشقيه، انا بحبه صراحه. هنا بقى ايه، حطينا طبق، حطينا مكرونه كده، واي بقى نوع مكرونه انت حابه تحطيه. وعملنا الصلصه حمرت لها فصين توم كده او 4 فصوص توم وخلاص. يلا بقى اشوفكم فيديو جديد في رعايه الله، مع السلامه.